عايز اسالك سؤال بسيط كده. ممكن في وقت من الاوقات ممكن تحتاج للناس اللي حواليك، او بلاش تحتاج للناس اللي حواليك، ممكن في وقت من الاوقات تقدر انك انت تستفيد من الناس اللي حواليك دي، ولا لازم كل واحد يخليه في حاله وما ينفعش ان احنا نستفيد حاجه من حد؟ اهو ده يا صديقي اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده، فان شاء الله الفيديو يكون كويس ويعجبك. من غير ما نضيع وقت كتير، يلا بينا نسمع الفيديو. ايه اللي احنا ممكن نستفيده من الناس اللي حوالينا؟ في البدايه كده يا صديقي، قبل ما انت تفكر ايه اللي انت هتكتسبه من الناس، لازم تفكر في نفسك الاول. يا صديقي، انت محتاج تدور على اللي جواك، تدخل جوه نفسك يا صديقي وتبدا تفتش في نفسك وتشوف الصفات الاصليه اللي هي مخفيه، اللي محتاج انها تظهر ومحتاج انك انت تطور منها. لان في الحقيقه يا صديقي، لو انت رحت قلت لواحد صاحبك او جارك او زميلك او ايا كانت الناس القريبين منك، لو رحت قلت لهم هو انتوا شايفين فيا ايه، هو انتوا شايفين فيه ايه الكويس اللي فيا، طب شايفين ايه الوحش اللي فيا، حتى لو الناس اللي حواليها دي يا صديقي بتجاوبك، لا هتلاقي كل الناس تقول لك كل العيوب اللي فيك، ولا حتى هتلاقي كل الناس تقول لك ايه الحلاوه اللي فيك. لان اكتر انسان بيعرف عيوبه ومميزاته هو انت. وبرضه ما تسالش الناس ايه اللي انتوا بتحبوه فيا او ايه اللي انتوا بتكرهوه فيا، لان من الطبيعي يا صديقي الناس كلها مش هتيجي تقول لك انت وحش في كل حاجه او انت حلو في كل حاجه، او حتى هيقول لك نبذه بسيطه. استحاله. تعال اثبت لك. لو انت اب مثلا، تتوقع مثلا ان ابنك يجي يقول لك يا بابا انت سيء في كذا وكذا وكذا وكذا؟ هيبقى خجول ان هو يجي يقول لك كده. او انت مثلا كابن ممكن تروح تقول لوالدك يا بابا انت وحش في كذا وكذا وكذا؟ فالدور هنا على مين يا صديقي؟ عليك انت محتاج انك تفتش جواك وتعرف ايه الحلو وايه الوحش اللي جواك. لان بصراحه بقى يا صديقي، لو انت فضلت طول عمرك في حاجه اسمها التعلم، حقيقي كده هتبقى انسان مميز، لان انت شخص كده بالطبيعي بتحب التطور. مش هقولك برضو انك انت لازم تكون انسان متكامل مفيهوش ولا غلطه، مفيش انسان متكامل، لكن فيه شخص يا صديقي بيعرف ايه هي عيوبه ويبدا يعدلها. ونحاول نبعد يا صديقي عن الناس المغروره اللي شايفه في نفسها انها دايما متكامله ما فيهاش ولا غلطه، ولا بتحب دايما النقد. نحاول نبعد بجد وما نكونش زي الناس دي، لان دايما يا صديقي لما تدرك لنفسك الاخطاء وتعدلها، انت كده بيبقى عندك قابليه انك انت تتعايش في الحياه. وبصرف النظر عن مستوى تعليم اي حد في الدنيا، بيبقى في ناس على درجه جامعيه ودرجه على درجه دكتوراه وناس فعلا متعلمين وحاجه جميله جدا، الا انهم فعلا عندهم خصال سيئه جدا، اللي هو عدم الاستماع للناس اللي حواليهم. لانه دايما عنده قناعه ان انا حته تقيله جدا، ازاي استمع لناس اقل مني؟ ففي ناس من النوعيه دي، فحاول ما تكونش منهم. تفتش في نفسك يا صديقي، لان انت عندك حتى لو صفه جميله واحده بس الناس بتحبها والناس عندها قابليه انها تشوفها منك، فدي حاجه في حد ذاتها انجاز فعلا لاي حد. اما بقى الحاجه الجميله اللي ممكن توصلك فعلا للحاجه اللي فوق الخيال، ان لو انت مثلا مع الناس اللي حواليك او الناس القريبين منك تبدا تشوف الخصال الكويسه منهم وتكتسبها وتزودها في حياتك، فانت كده انسان مبدع. ومهما كانت الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم، اياك تتكبر. يعني مثلا لو انت مثلا من الناس الاثرياء وفي الفلوس كويسه مثلا، وعندك خادم او عندك مثلا جنايني او عندك ايا كان مين الشخص اللي عندك، ممكن يكون مستواه الاجتماعي مش مظبوط او مستواه حتى التعليم مش مظبوط، اياك انك انت تتكبر انك انت تتعلم منه. اكيد الشخص ده مر بحاجات صعبه واكيد عنده حاجات مش عندك، فاياك تتكبر. او لو انت مثلا على درجه علميه كبيره مثلا، وصلت مثلا انك انت مثلا في كليه طب او مثلا على دكتوراه او مثلا مهندس او درجه علميه وشخص مثقف جدا، اياك انك انت مثلا يكون لك صديق مثلا معاه دبلوم او مثلا معاه ثانويه او ما قدرش مثلا يكمل تعليمه، اياك انك انت مثلا تقول يا عم ده ما هو فاهم حاجه، وتبين لنفسك دايما انك انت اللي فاهم. اوعى تتكبر، لان مهما كانت الناس اللي حواليك، فانا اثبت لك بنسبه 100% انك انت هتستفاد منهم. واكيد جدا كمان ان الناس اللي حواليك ديت كل واحد فيهم بيمتاز بصفه، وانت نفسك بتمتاز بصفه. انت مثلا دلوقتي اقف لحظات كده ودور على اصحابك كده اللي حواليك ذهنك كده لمده دقايق، وشوف كل واحد فيهم بيمتاز بايه. هتلاقي واحد مثلا بيمتاز بالتقل، هتلاقي واحد مثلا بيمتاز بالضحكه، هتلاقي مثلا واحد بيمتاز بالرجوله، هتلاقي مثلا واحد بيمتاز بالهزار، هتلاقي مثلا واحد بيمتاز انك انت لما ترن عليه دايما هيجيلك. واستحاله مثلا يكون الناس دي كلها ما عندهاش صفات كويسه، اكيد واحد فيهم فيه صفه كويسه. فانت لو ركزت مع الناس دي كلها هتلاقي فيه صفات جميله جدا مش موجوده في حياتك. انت مثلا هتقول دلوقتي ايه الفيديو الغريب ده؟ هو انت عمال تحكي في الفيديو كلها ان احنا ممكن نستفيد من الناس اللي حوالينا، او ان انا هفضل افتش على الناس اللي حواليك؟ اقول لك يا صديقي، انت لو ما دورتش فعلا وركزت على كل الناس اللي حواليك في كل خصلة وكل صفة فيهم، انت كده استحالة توصل للنجاح. هتقول مثلا يعني انا اسيب شغلي واسيب اولوياتي واسيب مثلا مذاكرتي او اسيب نجاحي او اسيب كليتي ودراستي وابدا اركز مع الناس اللي حواليا؟
انت كده خدتها بمفهوم تاني خالص. انا بقول لك يا صديقي ركز مع الناس اللي حواليك، لان الناس اللي حواليك دي انت اكيد بنسبه 100% انت اكيد بتتعامل معاهم. فانا بقول لك خلال تعاملك مع الناس، خلال تعاملك مع الناس شوف الصفات دي وحاول انك انت تطور من نفسك فيه. صدقني هتلاقي نفسك بتتطور، هتلاقي نفسك في نقله كبيره جدا. هقول لك مثلا مثال بسيط جدا. لو انت انسان كسول ساعتها ممكن تعمل ايه؟ عايز تتطور، حط في دماغك طبعا انك انت لا انا لازم اغير الصفه دي. الحاجه التانيه، شوف الناس بقى يا صديقي، الناس النشطه اللي في حياتك، اللي هو مثلا اقرب الناس ليك، ممكن يكون ابوك، اخوك، اختك، ايا كان. شوف مين اكتر واحد فيهم نشيط جدا وتقرب منه. ايوه اتقرب منه واساله انت نشيط كده ازاي، شوف ايه الصفات اللي هو بيعملها، شوف هو حافظ على النشاط ده دايما ازاي. حتى لو كان اسلوبه غير متطابق لاسلوبك، حاول انك انت تلقط منه اي حاجه، حاول انك انت تتعلم منه حاجه تطورها من حياتك. ساعتها هتلاقي التغيير. وانت اول ما تمسك طرف الخيط وتلاقي فيه تغيير، انت نفسك هتطلب انك انت تتغير وهتطلب اكتر واكتر واكتر. مش هقولك انك انت لو ما اكتسبتش من الناس دي كلها صفه ممكن ما تنجحش، انا مش بتكلم في كده. انا بتكلم لو انت عايز تكسب الحياه اكتر وتعيش براحه اكتر وتكون انسان ذكي وناجح اكتر من الناس، لازم تتطور مع الناس اللي بتتطور، اللي هي الناس اللي حواليك. اما بقى يا صديقي نتكلم فئة الناس اللي ما بتحبش تسمع لغيرها، او الناس اللي في حياتها اقول لك لا انا ما دولت ما يفرقوش معايا. الشخص المغرور، المتعالي او المتكبر استحالة يكون متميز جدا في انه يكتسب خصال من الناس اللي في ريحه. علشان انت توصل لمرحلة انك انت تكتسب خصال من الناس اللي في ريحك، محتاج انك انت تكون متواضع جدا وتاخد نفسك كده في موضع انا عايز اتعلم. مهما كان ايه، مهما كان الشخص اللي انت تتعلم منه حاجة ده هيتعبك، لازم تكون شخص انت متعلم. زينا لما كنا في المدارس او كنا في المعاهد واحنا صغيرين، احنا كنا نقدر نتكلم كلمه ولا نقدر ان احنا نعمل اي حاجه لان احنا عايزين نتعلم. او لو انت مثلا في درس مثلا ورايح للمدرس، المدرس ده لو بيضرب وانت عارف ان المدرس ده هو اللي هيقدر يخليك تجيب الدرجه ال 100%، انت هتفضل مستحمل على نفسك طول السنه وطول الترم علشان بس اعرف اجيب الدرجه النهائيه. وبعد ما اجيب الدرجه النهائيه السلام عليكم يا عم الحاج. فهو كده انت علشان توصل لمرحله الخصال الكويسه اللي انت عايز تستفيدها من الناس لازم تكون متواضع. خد بالك برضه انا عايز انوهك على حاجه اهم قبل ما انهي الفيديو. سيب رايك على جنب، سيب رايك على جنب بجد. يعني مثلا انا عارف ومتاكد ان الشخص ده هيعلمني ان انا مش هعرف اتكلم على حد، هيعلمني الادب بمعنى صح، ان انا خلاص ما عدتش هعرف اجيب في سيره حد. حتى لو الشخص ده مثلا مش افضل حاجه، سيب رايك على جنب، سيب رايك على شخصيته على جنب خالص. ليه؟ لان انا رايح اتعلم منه صفه انا عارف نفسي انها سيئه، انا عارف نفسي ان انا لازم اتعلمها منه. فقبل ما تروح تتعلم حاجه من حد سيب رايك على جنب. لكن الراي الاهم قبل ما تروح تتعلم منه هو ان انا اكون عارف ومتاكد ان الشخص ده لو انا رحت له هيزودني، ان الشخص ده فعلا هيعلمني. فسيب رايك على جنب. وقبل بقى ما انهي الفيديو بقى بجد، لازم ولابد انك تتعلم الحاجه وعكسها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا ما بحبش الكذب، فلازم ترجع لنفسك ان انا كمحمد ما ينفعش اكون بكذب، لان انا ما بحبش الحاجه دي في الناس، فلازم تطبقها على نفسك الاول. انت مثلا ما بتحبش الغيبه والنميمه، انت نفسك لازم تقول لنفسك انا ما ينفعش اتكلم على حد، وهكذا. فشوف ايه اكتر حاجه انت ما بتحبهاش في الناس وتجنبها. لازم انت كشخصيا لازم تتجنبها. يعني مثلا انت ما بتحبش الكذب وانت تكون كذاب، طب ازاي؟ فلازم يا صديقي تتعلم الحاجه وعكسها. اللي ما تحبوش على الناس لازم انت شخصيا تكون فعلا انت ما بتعملوش. فنلخص الفيديو كده على السريع يا صديقي في 3 حاجات. اول حاجه صديقي ان مفيش انسان كامل، لكن فيه في كل انسان خصله جميله انا ممكن اكتسبها منه. تاني حاجه صديقي احنا كلنا عباره عن لوحه مرسومه، كل ما بتقرب منها وتعمل عليها زوم كل ما بتشوف الشقوق والعيوب اللي فيها اكتر. رقم 3 صديقي لازم تكتشف بنفسك الخصال السيئه فيك، لان مش كل الناس هتيجي تقولك انت فيك خصله سيئه كذا وكذا وكذا وكذا. فحاول بقدر الامكان انك انت تكتشف السيء اللي فيك وتعدله، وتكتشف الكويس وتطور منه. وبكده يا صديقي بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى اللايك والشير وشويه الحاجات الحلوين دول عشان يساعد في نشر الفيديو. كان معكم احمد ايدك، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.